الطريق السياحي الجديد هو بنسميه ده الطريق اللي هو الفيوم سابقا، اللي هو جيد قوي، بس الناس طبعا كانت بتقلق من هو فكره طريق الفيوم. انا بمشي عليه شياكه قوي بالظبط. طبعا الناس بتفتكر ان هو لا ده طريق الفيوم اللي وداني، لا طبعا انت في الاول خالص، انت اصلا ناحيه اكتوبر، انت لسه في عداء اكتوبر يعني. فهو بس هو سموه طريق سياحي جديد عشان الطريق ده عليه جنبك بوابه الاهرامات برضه وجنبك المتحف، فالطريق نفسه بقى سموه طريق سياحي جديد. لكن قبل ما نتكلم مع السياحيه خلينا افكركم ان احنا سايبين لكم ليد فورم في ديسكريبشن الفيديو لو انتوا عايزين تتواصلوا معانا مباشره عشان تعرفوا اكتر عن العاصمه السياحيه الجديده. اتواصلوا معانا وسيبوا رقمكم وحد من فريق المبيعات هيتواصل معاك خلال 24 ساعه عشان يعرفك اكتر عن العاصمه السياحيه الجديده. اهلا بيكم في حلقه جديده من بودكاست عقاري مع باسم ويوسف. كلنا متفقين ان احنا عندنا اهم قطعه سياحيه في العالم وهي المتحف الكبير او المتحف المصري الكبير وكمان الاهرامات، وطبعا كام حاجه جنبها، لكن المنطقه دي من اهم القطع السياحيه اللي موجوده في العالم. تخيلوا ان مصر قررت ان هي تعمل عاصمه سياحيه قدام اهم قطعه سياحيه موجوده في العالم. يعتبر العاصمه السياحيه هي فكره جديده واسمها حتى مدينة الشمس أو عاصمة الشمس أو العاصمة السياحية الجديدة، ودي هنتكلم عنها أكتر. عايزين نعرف أكتر شكلها عامل إزاي، مساحتها عاملة إزاي تبقى فرصة ممتازة جدا قدام المتحف المصري الكبير. النهارده مستضيفين استاذ يحيى علي، ولكن قبل ما نتكلم مع استاذ يحيى خلينا افكركم ان احنا سايبين لكم ليد فورم في ديسكريبشن الفيديو لو انتوا عايزين تتواصلوا معانا مباشره عشان تعرفوا اكتر عن العاصمه السياحيه الجديده. اتواصلوا معانا وسيبوا رقمكم وحد من فريق المبيعات هيتواصل معاك خلال 24 ساعه عشان يعرفك اكتر عن العاصمه السياحيه الجديده. خلونا نعرف اكتر عن العاصمه السياحيه مع استاذ يحيى علي بروبرتي كونسلتنت. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا بيك يا استاذ يوسف. اهلا بيك. اهلا بيك. عايزين نعرف اكتر الفكره جديده عن العاصمه السياحيه سان كابيتال، مين اللي عملها، ابتدت امتى، شكلها عامل ازاي، مساحتها عامله ازاي؟ مايك معاك. خلينا نتكلم الاول يعني شركه اريبيا هي اسمها اريبيا هولدنج. ايه ثابت عملها، عملت ايه قبل ما نتكلم عن مشروع سان كابيتال طبعا ضخم اللي هم عاملينه. تمام. عاملين كذا مشروع في التجمع. نبتدي بمشاريع زي مون فالي 1 ومون فالي 2، دول فين؟ دول على التسعين الشمالي والجنوبي. وعاملين مشروع حلو جدا اسمه جاليريا ريزيدنس. ده فين؟ ده جنب على طول سودك فيلات وورم فيدا، فانت في لوكيشن حلو جدا على محور بن زايد. برايم لوكيشن حلو جدا ومن الحاجات اللي شهرتهم اصلا. وعاملين طبعا برضو جاليريا مول ده فين؟ على 90 الجنوبي دايركت قبل الاي او سي. فعاملين مشاريع في حتت يعني برايم لوكيشنز جامده جدا. دي حاجات اللي رفعت يعني اسمهم عند الناس اللي هو بيعرفوا ياخدوا برايم لوكيشن، بيعرفوا يعملوا ديستنيشنز كويسه للناس، فبيقدموا طبعا كواليتي محترمه جدا. كان عندهم فكره ان في متحف مصر كبير هيتعمل في الحته دي واخدين الارض من سنه كام يعني؟ لا هو هم هنا اصلا قريبه دي داخله على 30 سنه تطوير عقاري، فهم ما شاء الله شركه قديمه قوي. فخلينا نقول الشركات دايما القديمه اللي عندها ثابت اعمال ضخمه في السوق بتعرف تختار اللوكيشنز كويس قوي، تتوقع الحدث يعني. بالظبط. فهي بتعرف تاخد اللوكيشنز كويس قوي، وبتعرف كمان فين برايم، فين هنا اللي هيحصل فيه بومينج كمان قدام او كده. المتحف المصري الجديد بقاله فتره كان الناس بتفكر فيه يعني. طبعا عدد مخطط ليه اكتر من 6-7 سنين ان هو يتعمل. فهم كانوا عارفين ياخدوه اللوكيشن ده لان هم كانوا شايفين ان الاهرامات كمان بتتوسع زي ما انت شايف. فكره البوابات عمال تاخد فيه بوابات على كذا حته، ودلوقتي في بوابه قريبه جدا اصلا من سان كابيتال، وده اللي خلينا نبتدي بيه بقى سان كابيتال. بوابه قريبه من المتحف المصري الجديد وقريبه من مشروع بتاعنا سان كابيتال. خلينا نتكلم الاول عن مشروع سان كابيتال. ده اللي بيميزه يعني. المشروع عباره عن 560 فدان. متقسمين ازاي؟ متقسمين ان هم فيهم 223 فدان كوميرشال والباقي ريزيدنشال. اوكي. فطبعا ده من اضخم الكوميرشال اريا اللي بيعملها كومباوند، وده اللي مخلي الموضوع نوعا ما سياحي. فخلينا نقول ايه مشروع سان كابيتال، فين بالظبط اللوكيشن بتاعه. زي ما احنا شايفين كده اللوكيشن بتاعه هو اول قطعه ارض في الطريق السياحي الجديد اللي هو كان اسمه طبعا فيوم سابقا. هو في اول قطعه ارض في الطريق السياحي الجديد، يبعد بالظبط دقيقتين عن طريق الواحات، 5 دقايق عند بوابه الاهرامات اللي في ناحيه حدائق اكتوبر الجديده. ممتاز. اوكي. وفي نفس الوقت اللي بيخليه برايم ان هو تتكلم فرنج 8 دقايق 10 دقايق عن المتحف المصري الجديد، فانت جنبه جدا. طبعا الناس كلها هتبقى رايحه على هناك، الناس كلها بتشوف هناك، بتروح يعني المتحف وكده وبتزوره. فانت بتستهدف اكتر حاجه اللي هو الاجانب، الناس اللي بتبقى عايز تقعد طبعا جنب المتحف. ان انت سان كابيتال الكوميرشال اريا اللي بتكلم عليها دي، ال 223 فدان فيهم اكتر، فيهم 3-4 فنادق داخلين زي مين؟ زي فيرمونت.
فيرمنت اصلا يعتبر مبني بالكامل خلاص، هو في 17 دور مبنيين، فهو فيرمنت خلاص هيبقى اوبريتد كمان كام شهر. وهوليداي ان داخل معانا، كونكورد السلام طبعا داخل معانا، كلها 5 نجوم 7 ستارز كمان يعني. بالظبط، فده بيدي طبعا كريديبيلتي عاليه قوي يعني. ومعاك برضو ستيبريدج هوتيل، وزي ما بقول انت بتتكلم ان انت 20 دقيقه بالظبط من الشيخ زايد واكتوبر، فانت قريب منهم برضو. 30 دقيقه من كمان مطار سفنكس، فانت قريب من قريب من المطار الجديد. جنبك حاجات طبعا زي ما قلت لك طريق الواحات، جنبك طرق رئيسيه. انت قلت لك برضو ان فاضل بينك 3-4 دقائق ما بين طريق الدائري الاوسطي. طريق الدائري الاوسطي يا دوبك انت هتاخد طريق الدائري الاوسطي هتبقى 40 دقيقه تبقى في التجمع الخامس. طب يعني انا فين الان طبعا لازم يبقى في حاجه. يعني هو اكيد هو جامد، هو برايم لوكيشن قريب من المطار، ومطار طبعا عظيم لسه طبعاً جديد أكيد. والمتحف المصري الكبير اهم قطعه سياحيه في العالم، وهو اصبح اهم كومباوند موجود. هو مش كومباوند كمان، دي مدينه الشمس يعني بالزبط. عاصمه، هو يطلق عليها بين قوسين عاصمه سياحيه جديده صح، زي العاصمه الاداريه كده بالظبط. ولكن هو طبعا مش بحجم العاصمه، ولكن عشان المنطقه دي كلها على بعضها مش كبيره. واللوكيشن اللي هو فجاه زي ما احنا كنا مخططين من الاول، اللي هو كان طلع الاول متحف، والبوابه الجديده اتعملت وبقت الناس بتخش منها، فانت بقيت فعلا خلاص. والدائري الاوسطي الجديد ده برضو ربط التجمع، كميه افتتاحات بالظبط. ربط التجمع باكتوبر بفرنج قليل، ما كانش حد بيروح من التجمع لاكتوبر غير في ساعه ونص وكده. دلوقتي لا، الدائري الاوسطي انت فعلا تاخده تطلع على طول على اكتوبر فرنج 40 دقيقه. طب اوصل بالعربيه يعني قبل ما نتكلم عن الان فين أوكي. اوصل بالعربيه للمتحف الكبير قد ايه من العاصمه؟ خلينا نقول من العاصمه السياحيه. ايوه طبعا. انت صن كابت هتاخد عربيتك، هتخرج من البوابه بتاعتك ماكسيمم، خلينا نقول 10 دقايق ماكسيمم. خلينا بحب اقول هي 7 دقايق بس خلينا نقول 10 دقايق لو انت ماشي براحتك يعني. بالظبط 10 دقايق ماكسيمم تبقى هناك في المتحف المصري، ودي طبعا حاجه حلوه جدا. هو في كمان الطريق السياحي الجديد. الطريق السياحي الجديد هو بنسميه ده الطريق اللي هو الفيوم سابقا، اللي هو بدايه قوي، بس الناس طبعا كانت بتقلق من هو فكره طريق الفيوم. انا بمشي عليه شياكه قوي بالظبط. طبعا الناس بتفتكر ان هو لا ده طريق الفيوم اللي وداني، لا طبعا انت في الاول خالص، انت اصلا ناحيه اكتوبر، انت لسه في حدائق اكتوبر يعني. فهو بس هو سموه طريق سياحي جديد عشان الطريق ده عليه جنبك بوابه الاهرامات برضو وجنبك المتحف، فالطريق نفسه بقى سموه طريق سياحي جديد. طريق واسع وشيك، وحتى الاسفلت بتاعه مختلف شويه، اعتقد ان هو له علاقه بالخدمات الجديده يعني. والخامات الجديده وكده. طيب عايز اعرف اكتر، انت ترجح او العاصمه عامه، العاصمه السياحيه سان كابيتال فيها تجاري اكتر ولا سكني اكتر؟ مع العلم ان انا شخصيا بميل لحته السكني، لان انا هنا الفندق انت بتقول لي 4 فنادق، فانا ده معناه ان انا مش بنافس بقى مع الفندق. يعني الفندق ممكن تكون الغرف بتاعته غاليه شويه طبعا، فممكن حد ما يلاقيش غرف في الفندق زي اللي حصل في الحفله الاخيره في الاهرامات، فيلاقي ان في ناس شاريه شقق جوه مخليها غرف، او عاملاها غرف فندقيه، او عاملاها شقق فندقيه تتاجر بجانب الفرص اللي موجوده في الفندق، فيكسب زي الفندق. صح. فهل الفرصه دلوقتي رايحه ناحيه السكني ولا التجاري؟ بص، هو طبعا ده سؤال بيتردد في اذهان ناس كتير يعني دلوقتي الفتره دي. الفكره ان هو طب انا دلوقتي لو رحت سان كابيتال هل هيبقى مشروع تجاري خلينا نقول بحت يعني، ولا لا مشروع سكني والتجاري هيبقى جزء؟ انا بعتبر ان هو عامل ميكس لطيف يعني. هو ما بين انت عايز تستثمر فتعالى ممكن تاخد سيرفيس ابارتمنتس في هناك مثلا في فيرمونت في كذا، على حسب اللي هينزل الفتره الجايه المعلومات برضو اكتر، وتبقى انت عندك شقق فندقيه، او تنزل حتى انت في الفندق على طول من الفندق دايركت، او انا بفضل برضو فكره ان انت سكني حلو جدا. ليه؟ انت جنبك طرق سريعه تعرف تطلع بيها عن اي لوكيشن مهم موجود دلوقتي في القاهره، زي ما قلت لك التجمع، زي قلت لك المطار، عندك المتحف المصري، عندك الاهرامات. فانت كسكني انت جنبك كل حاجه، تلت ساعه في الشيخ زايد واكتوبر، فانت جنبك طبعا هناك كل المولات. فانا بحسه كسكني طبعا حلو جدا. بيمنت مخليها للسكني، خلينا نقول بيمنت طبعا بتفرق اكتر للسكني، بيمنت بلان يعني طبعا بتفرق للسكني لما تعمل ان هي بتدفع 10% مقدم واقساط على 8 سنين والاستلام قريب 6 شهور. ده بيخلي دفعه للسكني اللي عايز يجي يسكن، يعني انا هسكن في برايم لوكيشن وهعرف اقسط براحتي، مش هيبقى عليا بريشر في نفس الوقت. ايه ده انا واخد برضو كواليتي محترمه، فده كله حلو. طب الكاميرا هنا معلش ازاي نتكلم عن فكره الاستلام؟ انت بتقول لي استلام 6 شهور
اوكي. في فوري، في فوري في فوري بس طبعا بيبقى على حسب دلوقتي ايه المتاح. بيبقى في متاح دلوقتي فوري، في متاح 6 شهور لو من خلال من 6 شهور لسنه. بس طبعا انت النهارده ممكن اقول لك في متاح فوري تيجي ما تلاقيش، بس الاكتر الوحدات الاكتر خلينا نقول عشان نبقى في السيف سايد خلينا 6 شهور. طب عايز اسالك التشطيب عامل ازاي؟ يعني نص تشطيب، طوب احمر، وهكذا، يعني 6 شهور انا بستلم على طول ولا ايه اللي بيحصل؟ هو التشطيب كورنشال يعني طوب احمر. طوب أحمر. هو تشطيب طوب احمر. بتستلم في قد ايه؟ زي ما قلت لك انت بتستلم في خلال 6 شهور. البيمنت طبعا حلوه جدا، بس بتستلم شطب بالواجهات حتى لو كان فيلل او شقق، انت بتستلم كل حاجه تمام، بس انت بس بتخش تشطب شقتك. احنا هنتكلم عن التايبس اللي موجوده دلوقتي يعني التايبس كده كل حاجه هنخش فيها يعني، بس ده عشان شكل مبدئي يعني. انا بشوف فكره ان الطوب الاحمر من كاند يوزر، يعني كهاخد شقه او هاخد فيلا او هاخد ايا كان، ان ده فكرته اعظم من ان انا اخد حاجه على مزاج المطور. لان انا اولا لما باخد على مزاج وعايز احط ديكورات معينه او احط تشطيب معين او اعمل فتحات معينه او ازود حاجه بيكلفني اكتر، بهد وابني. انما انا هنا ببني بس في الطوب الاحمر. هل ده صحيح؟ ده صحيح جدا طبعا. فكره هندسيه احسن يعني. انا بص، هو خلينا نقول الموضوع ده اكتر مزاجي اكتر يعني، بتبقى على حسب ذوق العميل. بس خلينا نقول 80% بيحب ياخد كورنشال. ليه؟ علشان يقول لك انا شطب بمزاجي زي ما انت قلت بالظبط. فانا اتفق معاك في الحته دي، بس برضه في ناس بتقول لك انا عايز اريح دماغي، انا عايز استلم حاجه متشطب. فهي بتفرق في الذوق، بس خلينا نقول الاغلبيه، احنا بنتكلم على الاغلبيه دلوقتي، فالاغلبيه بتحب كورنشال خصوصا في المنطقه دي او في العاصمه السياحيه دي، لان انت اصلا وسطك وحوش يعني، انت بالزبط. بتنافس مع وحوش، كل واحد عامل اختراعات بقى في الغرفه الفندقيه، واللي عامل اختراعات في الشقه، واللي عامل مش عارف ايه عشان يرضي مزاج الاجنبي اللي جاي يأجر. ايوه صح. طيب معنى كده ان دي يعتبر من اهم المناطق اللي الار اي بتاعها او الار او اي بتاعها ايا كان حسب طبعا احنا تقسيط، ففي جزء منها ار او اي وفي جزء منها ار او اي. المعدل العائد على الاستثمار، هو اعتقد ان المعدل العائد على الاستثمار في المنطقه دي اعلى من المناطق الاخرى. يعني هل نقدر نقارنه مثلا بالساحل كمنطقه بريميوم موجوده في وسط البلد او في منطقه اثريه، ولا فكره مغلوطه يعني؟ انا مش بحب اروح للحته برايم لوكيشن زي كده او اي حاجه موجوده في القاهره لحاجه ناحيه الساحل. ليه؟ لان ببساطه الساحل بالذات ناحيه راس الحكمه، لا الار اي هناك مش طبيعي يعني، هناك كبير قوي. ليه؟ لان ده اتجاه اكتر لحته اعلى من الساحل اصلا اللي كان عليه ضغط كبير قوي. ليه؟ انت بتتكلم حاجه ممهده اكتر، بتتكلم في ان البحر مش عليه صخره اكتر والكلام ده، فده مخلي ان هناك لا اللي بتشتري باسعار الساحل طبعا ايه، اسعار يعني عاليه جدا، بس مرتفع. بيدي مرتفعه جدا، بس بيدي قدامه كواليتي عاليه جدا. الناس اللي هناك في راس الحكمه طبعا بيج نيمز يعني. بس هنا الشاطر اللي هياخد شقه ويأجرها او يعيش فيها حسب المزاج يعني. بس انا بتكلم على فكره الاستثمار يعني. الشاطر اللي يشطب صح ويأجر بسرعه اير بي ام بي بقى، يأجر بوكينج، يأجر طبعا ده مواقع اخرى اونلاين، او يأجرها يعني لونج تيرم يعني. بالظبط. لا ده طبعا انت بتتكلم ان الاستثمار هنا، هو ده اللي كنت عايز افرقه، ان الاستثمار هنا غير الاستثمار هناك. انت عارف ان سيزون، فسيزون انت بتبيع برقم معين، بتعمل حاجه معينه. هنا انت على طول السنه بالظبط، طول السنه رايق بالظبط. طول السنه انت عارف ان حتى ماكسيم لو مش هتعرف تأجرها طول الشهر تأجرها نص الشهر، مش في شهر هيبقى واقع، تعرف في شهر تاني هيبقى عليه ديماند، بس انت كده طول السنه انت شغال. فده دايما اللي بتدي ميزه للشغل الفندقيه حتى جوه القاهره عن الساحل. فانت بتتكلم ان ميزه كمان في سان كابيتال دلوقتي، ان انت زي ما انت قلت تاخدها تشطبها تقعد فيها بقى تأجرها، دي بتبقى اتس اب تو يو يعني دي بتاعتك انت. عايز اسال على مين صاحب الشركه، مين يعني؟ عرفنا المطور، بس اذكر لنا تاني في سريعا مين صاحب الشركه. يعني خلاص احنا عرفنا الهيستوري بتاعتهم ايه، بس عايزين نعرف عن الاشخاص بقى. طبعا هنتكلم عن الرئيس التنفيذي اللي هو سي او للشركه، هو المهندس طارق شكري. طبعا المهندس طارق شكري ده من الناس القديمه يعني، برضو زي ما قلت في شركه اريبيا هولدنج. ونتكلم ان هم استخدموا في فيز كده، فيز الفيلا اللي احنا كنا بنتكلم عليها، فيز اسمها ويست وود. دي استلام برضو 6 شهور. دي من فتره لو كنا جينا كده من خلينا نقول من اول السنه او السنه اللي فاتت كانت استلام 2 أو 3. دلوقتي هم ما شاء الله دخلوا هم كانوا شايفين ده اتجاه دوله زي طبعا المتحف المصري وكده، لازم يعجل من اموره يعني. فدخل وبنى وما شاء الله. دلوقتي برضه هنشوف في الصور معانا يعني، في حاجات خلصت الواجهات بتاعتها فيلل، رغم ان احنا كنا بنقول 2 بس خلصت الواجهات بتاعتها، وفي حاجات دلوقتي بتشطب واجهات. فالاستلام الفيلل قرب من 2 بنتكلم لغايه 6 شهور.
فده معناه ان هم شركه ماليه كويسه جدا ضخمه يعني، عارفه تبني، عارفه امتى تستغل الفرصه، لا عارفه ان دلوقتي هيبقى عليها ديماند عالي ودلوقتي الناس كلها بتسال عليها يعني كده. والمين عامل الديزاين بتاع الواجهات؟ طبعا المهندس هاني سعد، وده هاني سعد وده طبعا ده قديم جدا وعامل مشاريع. عامل حاجات مهمه طبعا. بالظبط، عامل مشاريع ضخمه يعني، وهم اختاروه وده اختيار موفق جدا يعني. طبعا اسم باشمهندس هاني سعد لما بتحط بيظبط شويه البروجكت كمان. بالظبط. طيب عايز اعرف لقينا فين. اوكي لا طبعا كده نقطه الضعف يعني. طبعا اقول هو كل مشروع بيبقى ليه نقطه ضعف. ليه بيبقى نقطه ضعف؟ خلينا نقول النهارده مش بكره. نقطه ضعف بالنسبه لي ايه هي موجوده؟ نقطه الضعف ان انت ما قلتلكش ان الموضوع كله المشروع كله استلام فوري دلوقتي، فانا بالنسبه لي دي نقطه ضعف. ممكن واحد يقول لك انا عايز المشروع كله مبني، ودي طبعا بتبقى صعبه غير دي بالظبط. غير لما خلاص تكمل مشروع عدى اكتر من 10 مشروع كبير يعني بالظبط، تكمل 65 فدان، فالرقم كبير وكوميرشال كتير قوي. فانت بتتكلم، انا بقول لك ان فيرمنت مبني، بس بقول لك هو ده انه مشاريع الثانيه لسه مش مبنيه. بقول لك انه مش كل الفيزز لسه مبنيه، لسه بنشتغل على بتاع. بس الميزه ايه؟ المرافق كلها داخله، ودي حاجه نقطه مهمه. دي طبعا الغاز والميه والكلام ده والعداد كل ده داخل، فدي بتدي برضو لا انت عارف ان انت لما تيجي تسكن هسكنك بسرعه، الموضوع مش هيتاخر يعني. اللي هيسكن في الفيز اللي هيستلمها دلوقتي اللي هي كمان 6 شهور شطب سكن استخدم كل حاجه بالظبط. اجر كمان لو عايز اجر كمان بالظبط. فزي ما انت قلت كده الار او اي بتاعه مضمون، لان انت شايف الديماند عامل ازاي. يعني لو كنا هنتكلم ان الار او اي بيلعب في رينج من 30 ل 40% خلال ال5 سنين جايين، لا انت بتتكلم ان اللي هو دلوقتي بيلعب من 40 ل 80%. النطه دي هي نطه اللي هو جراند ميوزيوم اللي هو المتحف المصري الكبير، ونطه برضو الديماند اللي عليه العالي. طيب عايز اتفرج على المنطقه، انت كنت هتفرجنا من شويه لو تشرح لنا كمان الفيديو بالظبط. هي دي بيشرح لك بقى ان دلوقتي داخل طبعا في ميزه في العاصمه السياحيه دي. خلينا نتكلم ان هي تضم ايه. هو عايزك تبقى كل حاجه جوه، يعني بتضم مستشفى انترناشونال. مستشفى انترناشونال دي فيها مستشفى يو كي، دي ما فيهاش غير 3 فروع في العالم او فرعين في العالم يعني، وده الثالث موجود في سان كابيتال. فده بيدي ايدج معين ان هم لا هم الناس دي شغاله وشغاله صح. جابت طبعا مدارس انترناشونال، مدرستين، حاجه فرنش وانجلش برضو زي العادي، منهم اللي سي طبعا معروفه جدا، وجايبين جامعه برضو انترناشونال فيها هتبقى فيها اكتر من 6 لو تفرجنا كمان على الصور بالمناسبه اكتر من 6 تخصصات. فدي بتبقى برضو طبعا ميزه. دي هنا زي ما احنا شايفين ان الكومباوند الفيز فيها السكنه غير الفيز اللي فيها زي ما انت استلام 6 شهور. في برضو الفيز زي ما احنا شايفين كده فيز الاستلام الفوري اللي فيه الحاجات المتشطبه كامله بوجهات ما بينها وما بين لسه 6 شهور. انت شايف البرودكت هيبقى عامل ازاي من اخر يعني. هو خلصان يعني بالظبط، هو شبه خلاص هو خلصان وكل حاجه شغال عليه. ف ده بيدي برضو زي ما قلت كريديبيلتي وريلابيلتي للكلاينت، ان هو لا انا مش بقول لك ان انت لسه مش عارفين شكل حاجه هتبقى عامله ازاي، لا انت برودكت اهو قدامك، فانت هتيجي تسكن في حاجه زي دي بالظبط. ممكن اشوف المدخل ده مدخل صح؟ ده مدخل مدخل جولد يعني شكله ده مدخل ده مدخل للعماره، وعليهم حتى اللوجو بتاعهم سان كابيتال. هم ليهم اللوجو بتاع زي سان كابيتال زي الشمس بالظبط. فهم لا هم كل حاجه هم عارفين بيعملوا ايه من الاخر يعني. اوكي. فدي ميزه، وده حتى المدخل من بره. اوكي. بس وده برضو شكل اللي هو الطريق اللي هو الطرق كوريدور يعني بالظبط كوريدور من جوه برضه. وميزه برضه بالظبط اصل هو الكلمه المساحه الضخمه دي كلها تحتيها جراج اندر جراوند برضه. فدي برضه بتدي بتاع ان انت مش هنقعد زحمه وكلام بقى اللي هو انا في مش هتعرف تركن فيه ليا باكيه في الجراج ده وليا تمام بدفع ثمن القسط بتاعي وصيانتي والباركينج وكل حاجه زي حقوقي يعني بالظبط. عشان حوار الباركينج ده الناس كلها دلوقتي برضه اتجاه اغلب الكوماونز بقت تعمل اندر جراوند باركينج فهنا والتجمع السادس والمستقبل وكله بيعمل عشان ده بتفرق جدا مع الكلاينت يعني برضه. بس طيب هل حصل طفره في الاسعار سابقا عن دلوقتي؟ طبعا يعني اظن مش عقارات بس، حصل تعويمين. ده فرق طبعا في الاقتصاد المصري جامد قوي. الحاجه اللي انت كنت بتجيبها دلوقتي بتدفع ضعفين و3 عشان تعرف تجيبها. بس انت بتتكلم ان هنا في مطورين شاطرين. يعني ايه؟ يعني انت بتتكلم في مطور عرف ما يقعش وعرف يغلي سعره بس يبقى يديك كواليتي على قد السعر ده. ان هو كان لو خلينا نقول بيقدم لك اكس، هو النهارده بيقدم لك نفس الاكس ده، وحاول يواكب الدنيا في حاول غلاء الاسعار يعني. انا عندي ملاحظه على الشركه. قول بصراحه. لا طبعا قول. لا عماله تخبي المشروع بقى لها 3-4 سنين ومش عامله ماركتنج كويس عنه.
لحين ان مثلا المتحف المصري الكبير يفتتح فتبتدي تطلع بالاسعار بشكل معين. يعني اللي بيسرش حلو قوي هيعرف ان في حاجه اسمها سان كابيتال، بالظبط. لكن هي مؤخرا يعني هي لا ما كانتش عامله ماركتنج كويس، وانا اشك ان ده سبب من الاسباب يعني، او صلح لي. هو لا طبعا انا بالنسبه لي هي ممكن تتشاف كميزه وعيب. يعني انت ممكن تشوف ان ايه ده هم ما قدموش يعني بالظبط، انت ما قدمتوش الماركتنج ليك كويس، لان انت لسه برضو حتى كدشوه بقول لك ان في ناس ساكنه فعلا، ان في ناس عايشه بقالهم مثلا في ناس عارفه المشروع طبعا عارفه المشروع، عارفه تتكلم عنه، لان هو من المشاريع اللي في عدد اكتوبر مشهوره يعني. بس مش معروف قوي بره، لانه مش بيعمل ماركتنج جامد. ليه؟ هو كان فعلا مستني الوقت المناسب يعني عشان يطلع بالسعر بالظبط. هو كان مستني ان الوقت يجي بتاع الافتتاح المتحف، نعمل هو يعمل البومينج، انا هطلع معاه في ان انا هعمل حاجات استلامات قريبه، فيعتبر بنسميها ال6 شهور ضمان فوري. انت قبل ما تمضي العقد وتخش وتدفع اول قسط ولا قسط ليك، انت خلاص انت دخلت. فدي بتبقى ميزه ليهم يعني. هو ممكن تفتكر ان هو قللوا في البتاع، بس قللوا يعني في الماركتنج بس، بدليل ان باقي مشاريع مع ساكنه وعايشه فهم عارفين هم بيعملوا ايه. طب احنا قبل ما نخش على الاسعار هنطلع فاصل، بس قبل ما نطلع فاصل خلينا نفكركم ان احنا سايبين لكم ليد فورم في ديسكريبشن الفيديو لو انتوا عايزين تتواصلوا مع استاذ يحيى علي علشان تعرفوا اخر المستجدات عن العاصمه السياحيه خلال 24 ساعه. هو كمان بنفسه هيتواصل معاكم او حد من فريقه، والاستشاره دي فور فري مجانيه جدا اكيد. اوكي لا اكيد طبعا اكيد طبعا انا في خدمه الناس عشان يقول لكم الانفنتوري اللي موجوده وايه الحاجات اللي موجوده. نطلع فاصل ونرجع لكم تاني. اهلا بكم من جديد في بودكاست عقاري، وهنستكمل حلقتنا عن العاصمه السياحيه الجديده مع مستر يحيى علي. وخلينا انت دلوقتي انت بتفرجنا كمان على فيديو بيشرح لنا السكيورتي والنظام الذكي في الاي اي بالظبط. عرفنا اكتر يعني. هو هنا بنتكلم على السكيورتي ان هي طبعا 24 ساعه في السبع ايام يعني. وان على طول انت هنا بيقدموا لك، بيقدموا لك ايه الكواليتي اللي هم بيقدموها لك. بيتكلم على ازاي الموضوع سهل جوه، فان انت بتمشي زي ما قلت لك ان مثلا اتكلمنا ان جوه فيه 11 فدان ممشى، فده من اكبر الممشى الموجود اصلا، ده خامس او سادس على العالم اعتقد على حد ذكري. فهم عايزين يعملوا يعني حاجه جديده في السياحه من الاخر، عشان كده هم سموه مدينه شمس، مش عشان حاجه، هو علشان هو فعلا عاصمه سياحيه يعني، علشان هو بيحاول يجذب السياح باربعه فندق يعني. هو مدينه كبيره بالظبط، فنادق يعني 5 ستارز و7 ستارز، وفي نفس الوقت ممشى كبير، سباين كبير يعرف يمشي عليه وكده. وهو شغال كويس قوي برضو دلوقتي على زي ما قلت لك الماركتنج وكده، ان هو يطلع يعني ده اللوجو بتاعهم، ده اللوجو بتاعهم طبعا، واللوجو بتاعهم دلوقتي ابتدى يطلع كتير قوي يعني. وان هو جايبين دايما ان هو جنب الاهرامات، لان فعلا في ناس هتشوف فيديوهات اهرامات، ودي طبعا هتبقى بريميوم يعني البومينج بقى. بالظبط. ده اقرب حدث للاهرامات دي هتشوف طبعا. انت عشان 65 فدان فمش كله هيبقى شايف الاهرامات، بس انت جنبها، فانت تعرف جنبها كلوكيشن، وفي طبعا سهل وحدات الاكسسبيليتي اللي عليها يعني انك تعرف توصل لها وكده، وفي وحدات بتبص عليها مباشره بالظبط او بتبص على المتحف يعني بالظبط. فدي ميزه. وهو بيقدمك هنا ان هو برضه زي ما نقول عامل ميكس يعني، ان هو في ناحيه ريزيدنشال عامل 80% لاندسكيبس ووتر فيتشرز وكده، ودي طبعا حاجة. انا شايف ان في 40% خدمات. ده ديكور، خدمات ديكور يعني ولا لا 40% خدمات هو ده اللي بنتكلم عليه، اللي هو في كلاب هاوس جوه. احنا بنتكلم كلاب هاوس اللي جوه 18 فدان. انا في اصلا مشاريع في التجمع وكده 5 و6 فدان يعني. انت بتتكلم كلاب هاوس ده يعتبر يعمل 3 من مشروع لو صغير في التجمع مثلا او اوكي فاهمني. ففي كلاب هاوس جوه، بتتكلم في اصلا في اكاديميه تنس جوه. اكاديميه التنس دي برضو مشهوره جدا ان هي بتعمل فيها بطولات دوليه، فبرضه هتبقى جوه. فهم هنا بعتبر انهم مهتمين من الالف الى الياء يعني، مهتمين من اول مدارس والجامعات لحد حتى اكاديميه التنس والملاعب وكده، والكلاب هاوس اللي اتكلمنا عليه. انت تقريبا في عبق التاريخ ولكن جلوبالي يعني. بالظبط. الحداثه مع التاريخ بالظبط. احنا فعلا قدام مدينه، قدام التاريخ نفسه، ودي حاجه نادره ما بتتحرك او بتحصل كتير في العالم. ففرصه انا شايفها كويسه وعايز اعرف اكتر عن الاسعار عشان انا يعني خايف ما اعرفش اشتري. لا طبعا لا هو زي ما قلت لك ميزه البيمنت حلوه، وانا هقولها لك بس دلوقتي في الاخر يعني. اوكي. ده طبعا الجراند ميوزيوم اللي احنا بنتكلم عليه، انه احنا قريب منه، احنا قدامه ده طبعا. وهنا طبعا بنتكلم عن مطار سفنكس، انت قريب منه قد ايه. وده المطار الجديد دلوقتي. الناس اصلا اغلب الناس دلوقتي في رحلات كتير من مطار سفنكس اصلا دلوقتي. تعرف تدينا توقيتات يعني
افريج يعني قول لي مثلا من الكومباوند او من مدينه للمطار قد ايه وهكذا. اوكي زي ما انا قلت في الاول، هو انت بتتكلم انت لو خرجت من سان كابيتال دلوقتي 5 دقايق تبقى في بوابه الاهرامات الاول. خلينا نتكلم بتتكلم في رينج من 7 ل 10 دقايق تبقى عند المتحف المصري الجديد. ماشي. بتتكلم في تلت ساعه تبقى في اول اكتوبر عند الشيخ زايد، وعند طبعا مول العرب. اوكي. وبتتكلم انت 12 دقيقه من مول مصر، فانت برضه قريب من مول مصر. وفرنج بالظبط نص ساعه من مطار سفنكس. واخر حاجه انت كمان قريب قوي من الدليل الاوسطي في رينج دقيقتين. والدليل الاوسطي ده هيطلعك طبعا على التجمع فعلا في رينج 40 دقيقه. فالدليل الاوسطي ده هو رابط التجمع باكتوبر، فده اصلا من الطرق الجديده اللي هي بنت برضو وساهمت في سان كابيتال، وفي نفس الوقت ساهمت في كل اغلب مشاريع اكتوبر ان انت بقيتش تخش في زحمه كتير قوي زي محور 26 يوليو وطريق الواحات. لحد نادي الرمايه وشارع الهرم قد ايه؟ بتتكلم في رينج 14 دقيقه 15 دقيقه يعني، خلينا اقل من ربع ساعه يعني. بالظبط. تبقى في شارع الهرم او في ميدان الرمايه بالظبط، اللي هو اتغير تماما يعني. بالظبط. انت في اقرب بوابه ليه 5 دقايق. خلينا نقول لو دخلنا ميدان الرمايه بالزحمه وكل حاجه خلينا نقول رينج ربع ساعه. شوقتني الاسعار، عايز اعرف اسعار التجاري والفيلل والشقق. اوكي ماشي. احنا بنتكلم هنا ان الغرفتين ماشي هم دلوقتي بينزلين بالغرفتين طبعا في الجراوند اللي هي طبعا بجاردن، وفي بالظبط، وفي التيبيكال اللي هو متكرر العادي. بالظبط. انت بتتكلم ان المتكرر اللي بيبتدي من اول 116 متر. ال 116 متر بادئ من اول 7 مليون ونص. اوكي دي 10% على 8 سنين يا بلاش. طبعا انت جنبك كل حاجه دلوقتي الاسعار دي. والله العظيم. احنا النهارده كام؟ احنا النهارده في 2025 ممكن تنزل كمان اسبوع مثلا بالظبط، بس مش هتتغير يعني الاسعار. كده يعني كده احنا في اخر يعتبر احنا في اخر 11 يعني. فانت بتتكلم في رينج انت بتتكلم اوضتين 116 متر زي ما قلت لك ب 7 مليون ونص. الثلاث اوض بتبتدي من اول 140 متر في رينج برضو 9 مليون ونص جنيه مصري. طبعا كل ده جنيه مصري، ما نتكلمش طبعا باي عمله. اي حد يتكلم معانا هنظبط معاه الرينج ده يعني. وبتتكلم ان في دوبلكسز 185 متر بيبتدي من اول 11 مليون ونص. 11 مليون ده دوبلكس يعني زي الفيلا يعني. بالظبط. في اصلا دلوقتي شقق في كومباوندات في الشيخ زايد وفي اكتوبر نفسها في التوسعات الشماليه والشرقيه في شقق ب 11 مليون ونص ومعانا يعني. بس طيب 185 متر الدوبلكس. 185 متر افقي طبعا، راسي قصدي. بالظبط. انت بتتكلم تاخد دورين يا جراوند بدور اول يعني. بس وبتتكلم ان في طبعا برضو بتبقى بنت هاوس، بس بتبقى على حسب الاسعار ساعتها بتبقى موجوده، لان بيبقى في وحدات معينه بتبقى بنت هاوس بروف يعني. بروف اوكي. بتتكلم برضو متوسط اسعارها 13 مليون ونص يعني. اوكي. خلينا نبتدي برضو بالفيلل، عشان الفيلل دي برضو الناس كتير بتهتم بيها. تلاقي دي ديزاين بهاني سعد طبعا. هي ديزاين بهاني سعد، ودي برضو بتدي ليها ايدج، وفي نفس الوقت انا بقول ان اسعارها كويسه. لان التاون هاوس هناك من اول 210 متر ل 215 طبعا على حسب هو ميدل ولا كورنر. وبتتكلم بدايه اسعاره من 17 مليون ونص. 17 مليون ونص قسط طبعا، قسط على 8 سنين يعني 10% 10% مقدم على 8 سنين، ومفيش نسبه استلام. خلينا نقول برضه نفس الكلام، دي مهمه يعني جدا. مفيش نسبه استلام. مفيش نسبه استلام يعني انت دلوقتي اغلب المطورين النهارده بيبقى عايزين منك نسبه استلام معينه. يعني ايه؟ يعني النهارده عايز مثلا منك 40%، حصل منك 40%، حصل منك 35% عشان تستلم. النهارده لما مطور يجي يقول لك ان انا مش عايز نسبه استلام، فدي بتدي موثوقيه شويه ليه. ليه؟ هو مش عايز يحصل رقم معين، هو عارف الماليه بتاعته، عارف يبني ازاي، فهو مش مستني منك يحصل رقم معين عشان تجيب رقم وحدتك. لا، انت هتيجي تدفع النهارده، ووقت استلامك هو يقوله لك، او حتى فتره السماح بتاعته اللي هو خلينا نقول مثلا سنه تقعد 6 شهور سنه، انت كده عارف انك تستلم وما عندكش نسبه استلام. انت لغايه ما مثلا تكون دفعت 3 4 اقساط قسطين، انت عارف ان ممكن تستلم. لو قال لك بكره هتستلم بال 10% بس. اوكي. ده متاكد من المعلومه دي؟ لا طبعا متاكد فيها، والناس تكلمني فيها يعني، انا متاكد يعني. اللي هو مش لازم اوصل لنسبه معينه عشان استلم. بالزبط. انا هستلم كده بالبيمنت بلان بتاعتي. بالظبط. هو كده انت الناس كلها عارفه ان انت اي مطور عقاري، عشان الناس برضو كلها لو في معلومه دي ناقصه من حد، اي مطور عقاري لازم تستلم كده بالمينتيننس، لازم تدفع المينتيننس الاول. لا طبعا، فده اقل حاجه. الصيانه يعني. الصيانه بالظبط. تدفع نسبه الصيانه بتختلف طبعا من 8 ل 10%. ماشي. فانت تدفع الصيانه. انت لو دفعت الصيانه وكنت دافع بقى البيمنت العاديه اللي هو ال 10% بتاعتك، هتستلم عادي جدا. اوكي. فدي ميزه برضو بتقدمها يعني. كام التاون هاوس زي ما عشان نرجع برضو لكلامنا، التاون هاوس 210 متر من اول 17 مليون ونص. بنتكلم من التوين هاوس من اول 240 متر بتتكلم في رينج 22 مليون ونص 23 مليون. سعر حلو جدا. الستاند الون بقى ناس كتير بتدور عليه 267 متر بتتكلم في افريج 28 مليون 29 مليون.
على فكره الاسعار دي موجوده في حتت تانية في الصحراء يعني. بالظبط، في حته تانية لسه ما اتعمرتش اصلا ومش جنبها اي برايم لوكيشن، يعني مش جنبك انت اي حاجه برضو حلوه. فانت بتتكلم هنا ان هو مديك كواليتي كويس، حواليك حتت هتخلي ان الار او اي بتاعك يعلى، او الار او اي حتى، او الار او اي. الار او اي ده مرت انه في اسيت اللي هو انت اشتريت الوحده بكام النهارده، بكره هتبقى بكام وبكده. الار او اي برضه عشان المشاهدين يبقوا عارفين اللي هو العائد على المبلغ اللي انا دفعته بالظبط، وبعت امتى يعني، وبعت امتى ومكسبك قد ايه. وده بنقول احسن وقت للبيع هو في اي حته ناحيه الاستلام، يعني عند الاستلام تستلم وتشوف طبعًا. انت يكون المشروع اكتمل كمان بالزبط. بشكل متكامل عشان ما ينافسش معاك المطور. بالظبط، هينافس معاك في بيمنت احسن كده طبعا. زي ما احنا بنتكلم هنا دلوقتي ان على الماستر بلان بتاعه المشروع، هو انت هنا ده الجزء الكوميرشال وده جزء ريزيدنشال زي ما احنا شايفين. ده بقى هنا اللي قلت لك هيبقى كون من 4 مولات وهيبقى فيه كوميرشال الجزء التجاري اللي في الاول المثلث ده، واللي ورا ده جزء السكني بالظبط. ممكن ثانيه ممكن اوضح لك اكتر، ده هتبقى شكلها هنا هي واضحه. هنا ده جزء ريزيدنشال وده جزء كوميرشال. اوكي ده ال 40% و60% زي ما احنا اتكلمنا، وال 40% خدمات. 40% خدمات ده نسبه كوميرشال ضخمه. لما بتتكلم 220 فدان انت بتتكلم ان ده مثلا ممكن يدخل له في 10 اضعاف سي اف سي. لو كنا الناس عارفه كارو فيستيفال سيتي طبعا اللي في التجمع، انت بتتكلم 10 اضعافه. انت اصلا كارو فيستيفال سيتي بالنسبه لك كبير، فهو انت هتشوفه لما يبتدي يتكمل كله اكتماله كله، هتشوف قد ايه المشروع ده ضخم وقد ايه زي ما قلت لك هو جواه مدارس انترناشونال، جواه جامعات انترناشونال، جواه مستشفيات انترناشونال تاني ثالث فرع المستشفى دي مستشفى يعني الاجنبي يحس انه في بلده بالظبط، عشان في عنده حاجات جلوبالي يعني بالظبط جلوبالي وماشي قلقان على هو عايش عليها وعارفها يعني فريندلي بالنسبه له بالظبط، ومش قلقان من اي حد. حتى خلينا نقول برضو قرايبنا في الخليج يعني هو بالنسبه له جاي هنا هو ضامن مدرسه انترناشونال، هو بيحب طبعا المدارس انترناشونال، ضامن جامعه انترناشونال، فهو عارف هو بيتكلم بيخاطب فئه ايه. شايف ان هو جنبه برضو مستشفى انترناشونال، فالموضوع هيبقى شايف ان هو واخد بريميوم كواليتي على ان هو واخده بريميوم لوكيشن بالظبط. وفي نفس الوقت انت خدت فيلا، انت واخد فيلا ديزاين بهاني سعد، واخد فيلا على 8 سنين اقساط، فانا شايفها 10% مقدم كمان بالظبط. شايفها بيمنت تشد يعني الناس كتير. بس هنرجع تاني ان انت قلت لي انه المرافق شغاله عادي، بس لسه المشروع مش كله طبعا اكتمل. الفيز اللي انت هتستلمها هي دي اللي انت هتعيش بالزبط. فيها، فهي دي المكتمله بالظبط. انت هتمضي على حاجه 6 شهور السلام، تاخد 6 شهور مش والبيمنت وكل حاجه مظبوطه معاك، مش هتاخد اي يعني انت بتلحق دلوقتي سعر النهارده من الاخر زي ما نقول. انا شايف ان ال 40% اكيد مش بتخدم على 60%، يعني 40% خدمات هي مش معموله عشان ال 60%، هي معموله عشان المنطقه كلها بالظبط. وده معناه ان اللي هيسكن او اللي عنده شقه او تاون هاوس او ايا كان العقار الموجود هو بقى في مرمى البصر على الناس جايه تتفرج، كانه عامل عرض الناس تتفرج على الكومباوند ده، واللي نفسه يشتري واللي نفسه يسكن واللي نفسه يأجر. فبالتالي لا في منطقه تجاريه جنبه عليها العين، فالمنطقه كمان السكنيه عليها العين اكتر. صح. هل ده وجهه نظر مظبوطه؟ لا انا اتفق معاك. يعني مش طبيعي ال 40% يخدم على 60%. بالظبط انا اتفق معاك. كل واحد ليه محل يعني ولو خد كل واحد محل مش برضه مش لا هو طبعا هي بتخدم على خلينا نقول اريا اكتوبر دي كلها، كان مش هقول لحد اكتوبر، لا اريا اكتوبر كلها، لان هي برايم لوكيشن بتاعها بيخلي ان الفنادق نفسها هي بص تشتغل بالظبط. هي فندق فيرمنت ولا هوليداي ان هو عارف هو بيحط فلوسه فين يعني دول قبل ما ينزلوا يحطوا فلوسهم هم عارفين بيحطوا فلوسهم فين. نغش منهم بالظبط. هو انت تبقى عارف لما بيبقى فندق 5 ستارز او 7 ستارز النهارده نزل في اللوكيشن، اعرف اللوكيشن ده برايم فعلا. لان خلينا نقول لو انت حد مثلا شاكك في كلامي او كده، ما اكيد انت عارف ان فيرمونت مين البراندز اللي موجوده بالظبط. انا لو انا مش هتكلم، انا اخلي براندز هي اللي تتكلم، مش هتكلم مثلا زي ما انت قاعد ديزاين هخلي باشمهندس هيساعد يتكلم هو. فهو بتتكلم ان طالما حد يعني براند نيم او كده داخل يحط اسمه في مشروع، اعرف ان هو مش عايز ينزل اسم الارض. ما هو فيرمونت اوريدي عنده مشاريع كتير. ليه اختار ليه اختار الاريا دي؟ هو اختارها عشان سبب معين. ايه هو عارف ان هو جنب برايم لوك او في برايم لوكيشن، جنبه جراند ميوزيوم، جنبه الاهرامات، جنبه كده. فهو عارف كمان ان كمان فكره سان كابيتال هتشهر الموضوع في ايه، في ان ده كومباوند سكني. فهو عارف ان والله انت مش هتيجي تاخد في الفندق، مش عايز خدمات الفندق وعايز يبقى شقه ليك تنزل فيها كل شهر كل شهرين كل فتره تبقى عايز تيجي تقعد فيها. وده بيبقى كلاينتس او تاجرها يعني. بالظبط. كلاينتس كتير بتيجي تكلمني تقول لي انا عايز بدل ما اخش في فندق عايز يبقى ليا شقه هنا حتى لو هقعد فيها شهر. في ناس بتقعد ولما وبقى الشهر وبقى الفتره ايه اجرها. فهو ساعات بيبقى في ناس عايزه كده دبل يعني. بالظبط. هو انا عايز اقعد فيها شهر واجرها الباقي بدل ما اخش في فندق. ليه؟ لان الناس اللي دخلت 3-4 ايام ممكن تقعد في فندق، انما الناس بتقعد شهر
تبقى عايز تقعد في شقه طبعا وتاجرها الباقي. فدي ميزه برضو حلوه جدا. انا من زمان وانا نفسي افتح محل للاجانب بيعمل اكل. يعني الاجانب الكشري بقى والفول بالظبط والجبنه الفلاحي والفطير المشلتت، الكلام ده ينفع نعمله هنا ولا لا؟ طبعا مليار في المية، مش 100% بس كمان. يعني ده كمان يخدم على السياح اللي في المتحف. طبعا هو بالنسبه له انا عملت بروباجندا كويسه يعني. طبعا هو بالنسبه له هنا ايه اقرب حاجه ممكن اروح، هو اقرب حاجه ممكن اروح هو الشيخ زايد، بس باي لوكيشن بالظبط. باي لوكيشن هو فتح يارب. ايه ما اقرب فندق اهو. خد بالك هم برضو الاجانب لما يجوا هنا ايه اقرب فندق ممكن اقدر اكل فيه، هو هيلاقي ان فيرمنت اقرب من اروح الشيخ زايد. بكامل محلات هي للاسف جزء كوميرشال لسه كله ما تعرفش عندنا عشان هو لسه للاسف انا عارف ان انت مخزنينه برضه مستنيين حاجه تانية تفتح. لا هو للاسف لسه مش كله، ودلوقتي معروف يعني. فاحنا مستنيين عشان نبقى متاكدين من المعلومات اللي احنا بنقولها. مش عايز اقول معلومات حتى لو عارفين جزء من المعلومات، يعني مش عايزين نقول كل المعلومات طبعا لما تتاكد يعني. بالظبط عشان نبقى متاكدين من كل حاجه، عشان احنا كلاينت لما نقول له حاجه نبقى مش عايزين نغير فيها بكره، يعني عايزين نبقى متاكدين من المعلومات. مستر يحيى علي، احنا باشمهندس يحيى علي بقى عشان الناس مش عارفه. احنا بنشكرك ان انت جيت النهارده في حلقه بودكاست عقاري. لو انتوا عايزين تتواصلوا مع باشمهندس يحيى مباشره فور فري مجاني، طبعا مجاني، هنسيب لكم ليد فورم في ديسكريبشن الفيديو. وشكرا جدا. بودكاست عقاري كان معاكم يوسف رمزي.